السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بوصفة سهلة وبسيطة زي دايما وصفاتي السهلة والبسيطة والسريعة. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل سمك سنجاري بتتبيلة حلوة قوي وبوصفة سهلة وبسيطة. يلا تعالوا عندي في الفيديو وادخلوا واتفرجوا في قناتي منوعات واكلات سهلة وبسيطة، وانتوا تعرفوا احلى واسهل طريقة لعمل السمك السنجاري. يلا نبدأ مع بعض. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بوصفه جديده وسهله زي دايما وصفاتي السهله والبسيطه والسريعه. هنعمل ايه؟ هنعمل النهارده سمك مكاريل هنعمله يعني سنجاري بطريقه حلوه قوي، هنحطه في الفرن. حاجه حلوه قوي هيعجبكم. ده عملنا ايه دلوقتي؟ قطعنا الخضار اللي عندنا هنا طماطم وعندنا جزر وعندنا فلفل رومي، وفلفل حامي وفلفل احمر. كل المكونات دي وبصلايه كده بشرناها وحطينا عليهم شويه ملح. هنعمل ايه؟ هنتبله. هنحط كل التوابل اللي عندنا. انا حطيت دلوقتي ايه؟ حطيت ملح. احط برضو شويه كمون، مش كتير عشان الكمون بيمرر الاكل، يعني دايما تحطوا ايه؟ كمون قليل شويه. ونحط شطه برضو، احنا بنحب الحاجه سبايسي، حط شويه شطه. وهنحط شويه برضو كزبره. كزبره كتروا منها. كده حطينا كل التوابل اللي ايه اللي عندنا. نقلب بقى كده تقليبه حلوه. ولو عندكم توابل سمك حطوا، انا متهيألي عندي شويه حطهم برضو. حلو قوي تتبيله السمك دي بتبقى حلوه. حط شويه تتبيله من بتاعه السمك دي حلوه، بهارات سمك. وهنقلب بقى ايه كل المكونات في بعضها كده. والحاجه اللي انا بحبها اللي انا صورتها في كذا فيديو معاكم، هنحط شويه ايه؟ هريسه من اللي انا عاملاها، هريسه التوم. تبقى حلوه قوي طبعا. حط كميه حلوه كده محترمه. السمك اللي بتعمليه في الفرن او المشوي ده بيحب التتبيله حلوه قوي. وطبعا هنحط شويه ايه؟ خل. وعصره ليمونه حلوه كده. وفي اخر حاجه شويه ايه؟ زيت. عرفتوا كده التتبيله بتاعت الايه الشوي. كل المكونات دي هنحطها كده مع بعض اهو. نقلبها بقى كده. هقلبها بقى عشان الفيديو مبقاش ايه، ما يبقاش طويل. وادوق برضو لو عايزه شويه ملح هحط لها وارجع لكم. كده يا حبايبي تبلنا التتبيله اللي عندنا كويس ودوقنا الملح بتاعها. وعندنا هنا بصوا دول ايه؟ ده سمك مكاريل. انا جايباه كده، انا اللي منضفاه اهو. وفتحته كده بالمقص ونضفته كويس. وكنت عصره عليه ليمون برضو اهو، نشيل بس بذر الليمون ده. وجبنا سواء الصاج او الصينيه اللي عندك هندهنها شويه زيت من تحت. ونجيب بس بكل بساطه كده بصوا، فيهاش افتكاسات. عندنا كزبره، اللي عايز يحط كزبره خضراء يحط يعني، بس انا مش هحط كزبره لان ولادي ما بيحبوهاش. كده كده نعمل منها السلطه. بس بصوا اهو. هتحطي بقى ايه؟ بصي بقى لو انت عايزه تحطي خضار من تحت، كوسه وجزر وبطاطس، شوحيهم شويه في شويه زيت. لان السمك احنا عارفين ملوش ايه، انا مش هعمله بالخضار بس انا بقول يعني للي بيحب يعمله بالخضار. الخضار بياخد سوا عن السمك، السمك بيستوي على طول. فانتوا ايه؟ تشوحوهم كده في شويه زيت في طاسه. وايه؟ وتيجوا حاطينهم ايه نص سوا، وتيجوا حاطينهم تحت كده في الصينيه من تحت. وتعملوا السمك كده وتحطوه فوقيه. انا هعمل الكميه بتاعت السمك دي واسيبه كده، بس تسيبيه بقى في التتبيله دي بقى ساعه. ياخد ودي كده مستعجله بصي نص ساعه بس. يعني لو سبتيه ساعه كده في التتبيله دي حلوه قوي. بس كده اهو. نملاه كده ونسيبه بقى شويه كده، حوالي ساعه. وبعدين نحطه في الايه في الفرن. وممكن برضو نحط ايه شويه كده تحت السمك، يعني بصوا اهو على الزيت كده. انا كتيره عندي الخلطه. انا جايبه برضو سمك بولتي، يعني في ما بياكلش مكاريل، جايبه 2 بولتي بس دول ايه هقليهم. لو عايزه برضو تعمليهم نفس الطريقه دي كده اعمليهم عادي خالص وحطيهم برضو في الايه
في الفرن عندك. بس كده سيبهم بقى. حط عليهم كده حتة ليمون كده برضو. الليمون بقى ب70 جنيه، جبت الليمون ده النهارده ب15، يعني مش هيقول لا يعني، هو كبير شويه بس عادي. بس كده. ونحطه بقى في الايه، ونحطه في الفرن بس يقعد شويه كده. احلى صينيه سمك هتاكلوها من ايدي، منوعات واكلات سهله وبسيطه. بالله عليكم لو وصلتوا للثانيه دي تنسونيش صفحتي على الفيسبوك منوعات واكلات سهله وبسيطه، متابعه، وصفحتي على وقناتي على اليوتيوب منوعات واكلات سهله وبسيطه برضو. يا ريت اشتراك في القناه ومشاركه اكبر بيكم معاكم ان شاء الله. نسيبه شويه بقى ونحطه في الفرن واوريكم احلى صينيه سمك سنجاري هتاكلوها من ايدي منوعات واكلات سهله وبسيطه. دلوقتي حبايبي خلاص طلعنا، بصوا زي ما انتم شايفين اهو، طلعنا السمك. ما خدش حوالي ساعه في الفرن. ساعه ايه ده، ما خدش حوالي يعني اكتر من نص ساعه بشويه، يعني حوالي 35 دقيقه. بصوا عامل ازاي، حاجه والله جميل. بصوا استوى وريحته جميله وبصوا طريقه حلوه قوي. وحاجه اعمليها في البيت مضمونه. انت جيبي السمك ونضفيه وتبليه بالتتبيله اللي انا قلت لك عليها دي. صدقيني لو جربتيه والله مش هتبطلي تعمليه انت في البيت ولا تشتريه مشوي ولا حاجه. احلى سمك سنجاري من ايدي منوعات واكلات سهله وبسيطه. يا رب الوصفه تكون سهله واستفدت ولو تكايه بسيطه خالص وصغيره. ويكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.